السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع ملك الأجهزة محمود عباس. النهاردة احنا معانا حاجة جميلة جدا من شركة الحشاش، هدية لأي بيت، هدية فعلا قيمة لأي حد، عروسة، حد بتجمل أي حد مهما كان مين. القطعة الفنية ديت عشان تروح لأي مكان في البيت، فأنت تأكد اللي هي فعلا هدية محترمة، هدية عظيمة تتحط لأي مكان في استخدام في أي حاجة، قطعة فنية من نوعها. النهاردة احنا معانا الشواية الجديدة لمصنع الحشاش او شركة الحشاش، اللي طبعا احنا غرقنا الدنيا وغرقنا جمهورية مصر العربية ودول الخليج. الحمد لله احنا بعتنا في السعودية وفي الكويت وبعتنا في الامارات، طبعا لنا الوكيل هناك. كل الشغل كل الناس بتشكر في فرن الحشاش. فالنهاردة احنا عملنا شواية غير الشوايات اللي موجودة في السوق. كل الشوايات اللي موجودة في السوق حاجات كلها حديد وحاجات كلها مجرد اسبوع شهر سنة بتحس اللي هي شكلها مش لطيف، وفي نفس الوقت ممكن اللي هي تصدي وتبقى ايه شكلها مش جميل خالص. انما انا عامل لك حاجه النهارده ستانلس جولد، زي الفرن الجولد اللي كل الناس النهارده كانت بتسال عليه، وكل الحمد لله شغال معايا يعني بكفاءه كبيره جدا. المصنع النهارده احنا طلبنا اللي احنا عايزين نعمل شوايه جديده تبقى حاجه جديده في السوق، فعملنا شوايه قيمه جدا. طبعا هنصورها دلوقتي وهنقول كل حاجه فيها. الشوايه وجاه كامل من فوق، وده على قد المقاس الجامبو الكبير، قد الفرن اللي هو ال 105 الكبير، يعني هي عرضها من هنا كلها هتلاقيها 105. طبعا العمق بتاعها ممتاز، هديه مننا لاول مره عشان هي تنزل معاها السياخ ومعاها الشبكه بتاعتها لاول واحد هيطلب الشوايه مني. اول واحد هيطلب الشوايه مني هديه مني السياخ والشبكه، عشان ما يجيش حد يطلبها بعد كده ويكلمني في الشبكه بتاعتها. الرجول بتاعتها ستانلس، الارتفاع بتاعها مناسب في الاستخدام، محدش هيوطى او توجع ظهره او تقلمه، فهو الارتفاع بتاعها مناسب جدا معاك اي شوايه صحابك تعزمهم دلع نفسك لابو الله. احنا هعرض لكم النهارده الشوايه الجولد. كمان عايزها الاستانلس الفضه اقدر اعملها لك، عايزها الاسكراب الاسود في نحاس او الاسود في رمادي، اي حاجه انت عايزها ابعت لي في الكومنتات او ارقام بتظهر تقدر تتواصل معايا وتكلمني. كمان الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنتكلم على حاجات كويسه، بمجرد الغلاء اللي في السوق ده هنتكلم عليها برضو ان شاء الله، عشان ايه ما نطولش في الفيديو. فتشترك معانا في القناه وتفعل جرس الاشعار عشان يوصل لك اي جديد. تعالوا نشوف شكل الشوايه الجديده لمصنع الحشاش، ونشوف القطعه الفنيه اللي بقول لك عليها. يا رب باذن الله تعجبكم. ما تنسوناش عمل لايك للفيديو ودعوه كويسه منكم ان شاء الله. تعالى بينا نشوف افضل شوايه في السوق. وكمان الحمل بتاعها يا جماعه مش زي اي حاجه عايزه اتنين يشيلوها، عامله زي تقل الفرن، حاجه محترمه جدا، كلها حديد في ستانلس، حاجه عظمه صراحه من شركه الحشاش. يلا بينا نشوف اجمل شوايه في السوق المصري. اهلا بكم من جديد مع الشوايه الجديده لمصنع الحشاش. طبعا شكل جميل متناسق جدا. عندنا 4 رجول، طبعا ادي ظاهره من هنا، طبعا مش كامله من اللي يعني من الجناب مش متقفله. رجول ده نفس نظام القعده بتاعتنا. الشوايه كمان مقفوله من تحت عشان طبعا كانت بتتحط على الفرن، فاحنا عاملين طبعا غطاء كامل من تحت ليها. اللوجو بتاع ملك الاجهزه ظاهر معانا اهو، نظهر يا عم معانا. وعندنا اللوجو بتاع مصنع الحشاش ظاهر اهو معانا. طبعا انا كشفت الشوايه على قد ما اقدر، اللي كان طبعا عليها البلاستيك الابيض زي اللي ظاهر هنا، كشفته من هنا طبعا عشان تظهر الشكل الجمالي بتاعها. لو انا كنت سبتها بالبلاستيك الابيض بتاعها شكلها مش كان هيبقى حلو. ادي الشكل اهو من الجنب. فكيت انا شلت بلاستيك من على واحده من هنا من القاعده من الرجول من هنا، وشلت الجزء الابيض من هنا وسايب اللي ورا طبعا دوت اللي صاحب نصيبه هيقدر يشيل. طبعا الشوايه عاملينها كلها من فوق بنظام الزجزاج، كل ده الزجزاج تقدر تستخدم السياخ عشان ما تقعدش تتحرك. فعندك هنا ايه تقدر تتحكم في السيخ بتاعك. الشبكه بتاعتك ممكن تحطها باي مقاس هيشتغل معاك، وتقدر تشيل طبعا الوجاه كله من هنا، حد يرفعه معاك طبعا عشان بيبقى تقيل، تفضي الرمل اللي فيه او اي حاجه داخليه. بتحط طبعا الرمل بتاعك من هنا بتعليه شويه، وكمان بتحط الفحم بتاعك وتتوكل على الله تستخدم الشوايه الجديده لشركه الحشاش. عاملين رف كمان من الاستانلس، تقدر ست البيت او اي شباب يستخدموه او اي حد بيستخدم الشوايه حامل تحط عليه اي حاجه، تحط عليه سياخ، تحط عليه اي حاجه انت بتجهزها للشوي. في المطاعم طبعا ممكن نستخدم الرف دوت، بيبقى مميز جدا، هم اصلا بيستخدموه اغلب الحاجات في الشوايات لازم يبقى فيه رف من تحت عشان الاستخدام يبقى سهل. كمان ادي الشكل اهو بتاعها من الجنب ظهر معانا اهو برضه عشان يبقى واضح، وكمان الشكل من الخلف.
ظاهر معانا. حاجة عظمة، حاجة فنية تستحق التقدير وتستحق الشكر من شركة الحشاش. صراحة حاجة عظمة جدا. الحمد لله اتميزنا اللي احنا نبقى اول وكيل حصري للشواية الجديدة. الحاجات دي بتبقى الصراحة بتتعمل في المصنع يعني بصعوبة شوية، عشان الحاجات دي بتتعمل يدوي. صراحة يشكروا الناس اللي بيهتموا لكلمتنا وطلبنا وينفذوا لنا الحاجات بتاعتنا. سعر الشواية 3500 جنيه. طبعا هدية اول مرة الاسعار زادت. الشواية دي كانت ممكن تعمل لها حوالي 2500 جنيه، بس الاسعار الصراحة زادت. الاستانلس رفع جامد والحديد رفع، فهو النهارده سعرها 3500 جنيه مقارنه لحاجات كتيره في السوق. يا جماعه اسال قبل ما تقول السعر كويس او وحش. اسال على النهارده عن الشوايات الحديد العاديه، هتلاقيها وصلت 4500 جنيه ومش نفس كفاءه المنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا هتاخده مره واحده وهتنساه وهتدعي لي زي ما انت خدت الفرن مني، والحمد لله محدش قال اي كلمه سيئه عن الفرن. فانا لو الحاجه مش متاكد مليون المية اللي هي هتبقى حاجه عظمه فعلا، عمر ما هعرضها على القناه بتاعتي. انتوا دايما الحمد لله لي يعني من كتر كلامكم والصراحه والتعليقات المميزه اللي بتجيلي، كل الناس بتتكلم اللي احنا لازم نعرض حاجه تبقى فيها مصداقيه. فاحنا لو مش حاجه انا مش متاكد اللي هي مش ممتازه مليون المية، عمري ما كنت هعرضها على القناه بتاعتي واقول دي حاجه كويسه. العمليه مش عمليه بيع، لا، انا عايز اللي ياخد حاجه يدعي لي مش يدعي عليا. وده طبعا ده ربنا يبارك في والدي، هو اللي معودنا على الحاجات دي. فالحمد لله ان شاء الله اي حد هيستخدم الشوايه هيدعي لي، واول واحد صاحب نصيب هياخد الشوايه هديه مني السياخ بالشبكه ليه. فربنا يجعلها خير عليكم ان شاء الله. وفي اي وقت انتوا عايزين مني اي حاجه، طبعا اللي هيطلب شوايه تاني طبعا انا مش هتاخر عن اي حد، هبعت له اللي هو عايزه هدايا من عندي. ربنا يجعلها خير عليكم يا رب ويسرها معانا في الايام الجايه. ظروف الغلاء والبضاعه كل يوم عماله تغلى، وان شاء الله باذن الله الحال يستقر ان شاء الله. دعواتكم ليا ودعواتكم لكل الناس، ربنا يعدي الايام على خير وربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.